مرحبا متابعيني، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ يا رب تكونون بخير وصحة وسلامة. اليوم راح أسوي لكم باتشا عراقية بطريقتي، طريقة كلش سهلة وبسيطة وبنفس الوقت كلش طيبة. إذا عجبتكم طريقتي لا تنسونا باللايك من إيدكم الحلوة، وإذا ما مشتركين بقناتي اشتركوا. أني أسيل خاتون عراقية مقيمة في تركيا، أهلا وسهلا بكم بقناتي. طبعا الأتراك ما يفتحون الباتشا مثل نصفين يعني بالطول، لا يفتحوها بالعرض يعني من الحلق. طبعا هاي الشغلة مفيدة بحيث يبقى المخ داخل الراس يستوي حتى ما يطشر بالجدر ويضيع حرامات. أهم شي بعمل الباتشا هي غسلها، يعني شقد ما تقدرون حتى لو تغسلوها فد 1000 مرة. وأهم شي من تغسلوها تغسلون منطقة الأنف، يعني لأنه أكو دودة بخشم الطلي يسموها دودة النغف. هاي لازم تدقين الراس يعني عدة مرات وتغسليه إلى أن ينظف، بحيث المي يدخل من الأنف ويخرج من المجرى الهوائي بالحلق. أنا هنا غسلتها بمي وملح حتى ما تبقى بيها كل زفرة وتتعقم بنفس الوقت إذا كان بيها بكتيريا. وأكو غدة مال شعر يصير بين الرجلين مالت الخروف، همينة لازم تنشق وتطلع، لأن هي الغدة هي مركز الزفرة بالرجلين، وتسوي يعني ريحة كلش ما طيبة بالباتشة. طبعا الغسل مالتها يكون الغسل بمي بارد. أول ما أبي طبخها أجيب جدر أخلي بيه فد مقدار من المي، يعني يكون 3/4 الجدر، ما أغمر الجدر كليته بالمي لأن أخلي مجال إنه من راح أغطس الباتشة راح يرتفع المي حتى شلون نقول ما ينضح ويوسخ لي الطباخ. طبعا بالعراق كل واحد يسويها بطريقته الخاصة، أني هذه طريقتي بصراحة ما أحمسها. أكو يحمسوها بالبداية وحتى على أساس يوخرون الزفرة، أنا هاي ما أحمسها، طريقتي بدون حمس، يعني أخليها بالمي الحار بشكل مباشر، لأن أنا ما معتازة دهن إلها، هي عبارة عن دهن، فأني ما أقعد أحمسها وأضيف دهن إضافي إلى دهنها. من خليتها بالمي الحار لازم مو بارد، هتشوفوني فد ربع ساعة 10 دقائق رأسا تصعد الزفرة مالتها، لأنه شلون مثل الصدمة تصير عندها، إنه رأسا مباشرة بالمي الحار بسرعة تطلع الزفرة. أنا هنا أجي أشيلها هاي الزفرة وأكررها عدة مرات، يعني مو مرة، هاي مرة مثلا الأولى، بعدين أقبق الجدر شوية أرجع له مرة ثانية، همينة تتكون زفرة، أبقى أشيل بهذه الزفرة إلى أن أشوف المي يعني كلش صفى. تشوفون هاي هنا المي صار كلش صافي، ما بي كل قطرة زفرة. هاي هنا نجي نحط الإحباشات مالاتها، ملح بهاي الشغلات، يعني ما نحط هواي شغلات لأن حتى ما نغير طعمها الأساسي. أنا هنا نخلي فد فنجان، يعني فنجان قهوة، مقدار فنجان قهوة خل أبيض. الخل الأبيض أول شي همين يوخر الزفرة مالته، ثاني شي خاف أكو بكتيريا ما بكتيريا يقتلها. ونخلي يعني بصل وليمون. وهنا نخلي البهارات نخليها صاحية ومنلح بيها، يعني ما نخلي كمية كلش كبيرة. يعني هنا خليت دارسين وهيل وقرنفل ونوب بصرة، وأخلي فقط كركم، يعني خلي كركم مثلا خاشوقة كوب. بصراحة أنا هاي المرة خاشوقة الكوب شفتها هواية، يعني كل مرة أخلي خاشوقة شاي حتى لونها يكون حلو فاتح. هالمرة أني يعني خليت خاشوقة كوب، صراحة صار شوية لونها طوخ، ما نحبها تصير لونها طوخ. هاي بعد ما فارت بصراحة بالبداية خليتها نص ساعة على نار عالية، بعدها نخليها ساعة على نار هادية، يعني النصي الطباخ. هاي هنا استوت بهذا الشكل، تشوفون يعني أخذت اللون، لأن هي لونها بيضة، فأي شي تخلوا لها من البهارات من التوابل بسرعة تاخذ اللون. هاي هنا طريقتي أني، تعرفون إنه الباتشا يصير بيها يعني عظام تتكسر بالسوب مالتها، وهمين هاي الشغلات اللي إحنا خليناها التوابل الصاحية يصير شكل السوب ما حلو، فتشوفون بالمطاعم يحطون شكل السوب يصير صافي. فأجيب جدر ثاني أخلي اللحم بيه، بعدها أخلي مصفي يعني مقداره وأصب السوب. تشوفون شلون بقت شوائب حتى بالجدر، وهذه البهارات والتوابل اللي خليناها
بهذه الطريقة راح يصير عندكم سوب كلش نظيف وحلو وشكله حتى مقبول لمن تقدموه وتردون بيه السوب. أنا هنايا حضرت الميز، حضرت هاي الشغلات اللي تتقدم وياه، يعني ثردت الخبز وخلينا وياه هذه الخضروات اللي تتقدم. بصل شوية بالسماق سويت وخس وخضرة وطرشي سويت طبعا وياه وفجل وهذه ليمون، وهذا طبعا الطرش العراقي الأحمر هذا أني سويته. بس ما نزلت لكم طريقته لأنه هو كل الدنيا مسوية من عنده فماكو داعي أني همين أنزل الطرشي. هنايا بعد ما حضرنا الصفرة نجي نسكب السوب. بالبداية السوب دا تشوفوه شلون شكله صافي ونظيف، بما انه احنا حطينا له هواية اشياء ما حلوة تصير بيه فيصير صافي. هنا ثردنا الخبز طبعا حسب الكمية اللي انتو تحبوها وحسب يعني عدد افراد العائلة. انا هنا سويته بطريقة المطاعم، يعني بالبداية نغرق الخبز بالسوب وما بعدها نصفيه حتى يصير شكله يعني طعمه مقبول. هنا نخلي بماعون موحد يعني اللحم احنا نحبه بهالشكل ناكلها. تشوفون يعني الكراع صار العظم موحد واللحماية وحد. بصراحة يعني كلش انهرست هرس، ما أخذت من عندي بطبخها ساعة ونص بس، يعني خليتها نصف ساعة على نار عالية، بعدها وطيت النار عليها ساعة على نار هادئة. طلعت بهذا الشكل، وهذه باكتنا الحمد لله والشكر الله يديم النعمة. طبعا ما أقول لكم طعمها كلش طيب يعني رهيب صارت شلون الحلقوم، يعني حتى يمكن اللي ما ياكل الباكة يشتهي ياكل الباكة. وهاي الشغلات اللي قدمناه وياها. وأنا أحب يعني أسوي وياكم هذه اللحظات. يعني هذا اللسان قشرته، طبعا هو ما يأكل بشكل مباشر لأنه يتقشر. وهذا الخبز اللي ثردناه صار كلش طيب بصراحة، عينا طعمها طعم الحلقوم. وأتمنى أنه تعجبكم طريقتي، وإذا عجبتكم طريقتي بالباكة بس حبيت أنوه إنه أني من طبقتها ما خليت بيها ولا قطرة دهن، يعني تشوفوها مجرد إنه سلق بالمي الحار، لأن هي كلش نسبة الكوليسترول بيها كلش عالية. ومع السلامة.